ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قاعدين مش عارفين نعمل ايه، كل ده زهقانين من الاكل. طب خلاص، يلا بينا بقى نقوم نعمل كده احلى فيديو واحلى اكله كده ان شاء الله. النهارده جبت بتنجانية قطعتها، وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده، فتحت يعني قطعتها نصين وعملتها شرايح كده، حطيت فيها شويه ملح وقلبتهم على بعض وسبتهم شويه عشان خاطر ينزل الميه اللي فيهم، ما يشربش زيت كتير. الناس بيعملوه بدقيق بس انا بعمله ملح. هنا بقى كنت جايبه طماطم من السوق وفلفل، قلت اغسلهم معاكم عشان خاطر انا عايزاهم النهارده في الاكله بتاعتنا. ماشي، غسلناها وحطينا في الميه شويه خل وظبطنا امورنا كده وخلينا ايه زي الفل زي كده يا حبيبه قلبي. هنصفي بقى الطماطم ونقطع الطماطم 4 ونشيل الحته الوحشه اللي من فوق، نحط شويه ميه في الخلاط ونخلط الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي بقى ست الكل، ربنا يخليها لي ويخلي لكم امهاتكم جميعا ويرحم الامهات المتوفيه ويجعل مثواهم الجنه. طبعا ماما هنا كانت قالت لي ايه، خلاص انتي اعملي حاجه على البوتاجاز وانا اشيل البطاطس. قلت لها خلاص ماشي يا ستي، انتي اشيلي البطاطس وانا هعمل الاكل. قالت لي خلاص ماشي. زي ما انتوا كده شايفينها ست الكل بتعمل البطاطس، ربنا يديها صحه يا رب. ركزي في الفيديو، تحشي هنا ولا هنا؟ خليكي معايا لاخر الفيديو. زي ما انتوا شايفين اهو كده بتخرط البطاطس. قشرتها اهو معاكم، بعدين بقى نغسلها ونشوف ايه اللي ورانا بعد كده. شوف بعد البطاطس هنعمل ايه تاني. انا بقى ولعت النار، حطيت حلة صغيرة وحطيت فيها زيت، وكنت دقة كام فص توم بقرن فلفل، حطيت منه، حطيت يعني معلقة توم كده بالفلفل ونشوحها مع الزيت وشمي بقى احلى ريحة. طبعا بصراحة يا جماعة انا مش بحب تسبيكة المكرونة ام بصلة، انا بحب ام توم عشان تبقى خفيفة. بس كده هنسيب بقى البصلة تتحمر زي ما انتوا شايفين كده معانا، بعدين نحط عليها الطماطم. طبعا كنت مصفياهم. هنا بقى معايا كزبرة وكمون وفلفل اسود وسكر ونص مكعب مرقة وبابريكا. طبعا انتوا عارفين السكر عشان يعدل الحموضة. بس كده نقلب بقى كده وبعدين نغطي عليها ونسيبها تغلي براحتها. هنا بقى كانت بتغلي وانا كنت بوريها لكم. جبت بقى حلة حطيت فيها ايه مية. هنا بقى كانت بصي هوت عليها عشان ايه كانت قربت تتسبك. حطيت بقى 2 لوري و2 حبهان، ودي تكة يعني تكة جامدة جدا تعمليها في المكرونة. بقى كنت حطيت الملح والمكرونة وسبتهم بقى زي ما بعض. طبعا كنت غسلت الطاسة حطيت فيها زيت نضيف، وكنت غسلت البطاطس وحطيتها فيها. طبعا احلى بطاطس تاكليها في الطاسة دي. وهنا بقى كانت الصلصة خلاص اتسبكت وطفيت عليها. هنا كنت طلعت المكرونة خلاص وصفتها عشان مش بحب اسويها كتير، يعني مش بحب اسويها كتير عشان متتهريش. هنا بقى كنت جايبة طاسة برا حطيت فيها زيت، غسلتها حطيت فيها زيت عشان خاطر لو حطيت البتنجان بعد البطاطس هيغمق الزيت. بس كده حمر بقى البتنجان اهو معاكم. طبعا اختي عايزين نشكرها، كانت بعتلي بليلة، قلت كيسة واحطها في الفريزر وابقى في يوم يعني في يوم كده اعمل لكم فيديو انا بعمل بليلة. طبعا كان بدأ البتنجان خلاص هو كده خلاص اتحمر، انا بحبه في اللون ده مش بحب عموما كده. وعملت معاهم كام قرن فلفل. انا كنت طلعت البطاطس وكنت هحطها تاني عشان خلاص عايزين ناكل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في حته في الجنب بان انا كنت بقمر عيش، وهنا بقى كنت طلعت البتنجان والفلفل زي ما انتوا شايفين. حطيت نص ليمونه وحطيت ملح وكزبره وكمون. هنا بقى خلاص قربت تتحمر زي ما انتوا شايفين اهو معانا، وهنطلعها. نطلعها على الطبق وحاطين عليه منديل نطلع عليه البطاطس. طبعا حطيت هنا بقى ملح وكزبره وكمون برضو. النهارده بعت الفيديو كله كزبره وكمون. حطيت هنا بقى
الصلصة وظبطت الملح بتاعنا. طبعا قلت اقلب المكرونة عشان خاطر المكرونة كانت بردت، وسبت المكرونة يعني تسخن، وحطيت جبت طماطمية قطعتها، وحطيت ليمون، وحطيت خل، وحطيت توم، وحطيت كزبرة وكمون وليمون. يبقى كويس جدا وظبط الملح. هنا بقى كنت بقلب المكرونة زي ما انتم شايفين كده معانا. يبقى كنت خلاص خلصت الاكل وكنا هناكل. تعالوا كلوا معانا بقى يعني، بس الاكل يستاهل بقكم. ده الشكل طبعا نهائي الاكل. الله طبعا بسيطة بس جميلة. هنا بقى قلت صب المواعين بعد ما ناكل، عشان المواعين يعني المطبخ مبقاش فيه اي حاجة. بس كده نصب المواعين تاخد مننا 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عايزاك تدعميني باللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك، عشان لو انتي عملتيلي اشتراك في القناة كل فيديوهاتي توصلك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودوسي الكل. طبعا هنا قلت ايه اشيل البواقي اللي في الحوض، كانت واقعة مني هنا ولا هنا. صبن بقى الحوض كده ونخليه زي الفل، وزي ما انتوا شايفين كده معانا. انا لما جبت بقى عملت بقى ايه، قبل ما صبنت المهم كنت حطيت براد شاي على البوتاجاز. لقيم بقى كوبايتين الشاي الحلوين دول اللي زيكم. نحط بقى الشاي، ونحط بقى النعناع بتاعنا، ونصب بقى كوبايتين الشاي بتوعنا زي ما انتوا شايفين كده. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، ومع السلامة مع السلامة مع السلامة.